اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا النهارده بقى يا حبايبي تقضوا معايا اليوم العسل السكر ده. هتعملي معانا ايه النهارده يا ام سيف؟ النهارده صايمين يا حبايبي، وعازمين واحد كمان صايم، وشجعنا ابو سيف يصوم معانا. شجعنا ابو سيف، قلنا له اليوم بعد بسرعة وعشان تتعود لشهر رمضان يلا صوم معانا. قال لي طيب ماشي، خلينا بقى يا حبايبي النهارده نعمله فطار عسل وسكر، ويشجع يصوم معانا كل يوم اتنين وخميس لحد ما يجي شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين يا رب. هو انا يا حبايبي كل يوم اتنين نصوم لوحدي او كل يوم خميس نصوم لوحدي، فكان عندنا واحد سهران صاحبنا قال فجبنا سيرة الصيام والسحور وما السحور. قالوا انتوا صايمين بكرة؟ قلت له انا بس لوحدي اللي بنصوم. قالوا انا كمان بنصوم اتنين وخميس. قلت له يلا تفطر معانا بكرة؟ قال ان شاء الله. طيب قلت بقى لازم نبهرهم ونعمل لهم عزومة ونعمل لهم فطار سكر ولذيذ وعسل. هو خفيف وهو سهل وحاجة بسيطة، بس هنعمل لهم شغلة النهاردة نشجعهم يصوموا كل يوم اتنين وخميس. يلا يا حبايبي، بس الأول أسألكم بالله تنسوني في الاشتراك لو مش مشتركين، وتحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو يشجعني نسوي معاكم كل جديد وكل سهل وكل بسيط. خدتكم اهوت من الساعة 7 الصبح ولحد الساعة 7 المغرب، يعني المغرب بدنا عندنا الساعة 7. خدتكم اهوت من الساعة 7، من الساعة 7 ونص لحد الساعة 7 المغرب. بس طبعا يا حبايبي مش هناخدكم اليوم كله معايا، لا. النهارده بس الفيديو ده عن ناخدكم بس الحاجة اللي انا عايزة نصورها لكم، بس يعني زي تنظيف الدجاجة، زي عمايل المحشي، زي الحاجات دي. وطبعا يا حبايبي الضيف بشرط يجي يفطر معانا، بشرط. قال لي ام سيف اعملي لي المحشي ورق العنب اللي انت بتعمليه وتنزليه على اليوتيوب. بصراحة مشوقنا وانا نفسي ناكل من تحت ايدك ورق العنب اللي انتي بتنزليه ده، وما غير بس بنشوفه وخلاص. قلت له ابشر من عيوني، لازم نعمل لك اللي انت بتحبه ادام هتيجي تفطر عندنا. كويس ان انت كمان طلبته بحنكك عشان خاطر نعمله لك وتفطر وتكون مبسوط. هنا طبعا يا حبايبي ذبح لي الدجاجة ابو سيف، وساعتها طبعا كانوا العيال كلك في المدرسة، ما كانش حد بيصورني والستاند عندي مكسور. ف جلحته كده من الستاند وقلت لا انا نصور لوحدي كده من غير الستاند اللي ينكسر مني التليفون كمان لسه جديد وما فرحتش بيه. قلت له تعالى. هنا طبعا يا حبايبي صورت لكم المهم، بس اللي انا قدرت نصوره لكم صورته لكم. طبعا عملنا ايه بعد ما نضفت الدجاجة يا حبايبي؟ نجحتها في في حبتين ليمون، شوية طحين وشوية ملح وشوية جنزبيل لمدة ساعة كده. بس نضفت البيت وغسلت المواعين، وبعد كده اتضيرت على التتبيلة السكر العسل الخطيرة دي يا حبايبي. هي كل الحاجات دي يعني محطوطة في بيوتنا، يعني كل المقادير بتاعة التتبيلة كل بيت موجود فيه. الخل موجود فيها، حبة برتقاني موجود فيها، علبة الرايب. وفي ناس كمان بيبقى عندهم اللي عندهم البهايم دول بيبقى موجود اللبن عندهم على طول. ما عندكيش لبن شوية حليب، يعني الحليب بيديكي نفس القوام بتاع اللبن. هنا طبعا يا حبايبي حطيت ايه، وهنشرح لكم برضو مقادير التتبيلة تاني. هنا ايه يا حبايبي؟ حطيت حبتين برتقان. طيب مش حرام يا ام سيف تتبلي او تغسلي بالبرتقان؟ يا حبايبي والله العظيم احنا نجيب بوكسة البرتقان، ولادي ينقوا الحبة الكبيرة ويسيبوا الحبة الصغيرة، بس ما بنرميش اشي يا حبايبي. البرتقان اللي انا اللي بضل عندي يعني بنمسك نقشره ونحطه في كيس ونحطه في الفريزر. ربما حد يدخل عليه ضيف بنطلع كيس نحط عليه سكر نحط عليه مية باردة ونروح ضرباه في الخلاط نعمل له كاسة عصير برتقان فريش بتبقى سكر وعسل. بنطلع مثلا حبة بنتبل بيها البرتقان، بتبقى تتبيلة البرتقان يا حبايبي في الدجاج سكر وعسل، وجربوها. عملت ايه هنا؟ حطيت توم بودر، بصل بودر، حطيت معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، حطيت حبتين برتقان، فضيت علبة الرايب اللي هي اللبن، حطيت معلقتين كاتشب، حطيت نص كاسة خل. الخل يا حبايبي بيساعدنا على طياب الدجاجة، انتوا عارفين الدجاجة معايا كبيرة.
حطيت كمان نص كاسة زيت زيتون من الكاسات الصغيرة اللي هي بتاعت الشاي دي، يعني بمعيار كاسة الشاي الصغيرة بتاعتنا. حطيت منها كاسة خل، حطيت منها كاسة زيت زيتون، عصرت حبتين برتقان، حطيت علبة الرايب بتاعتي. لو معاكي كمية كتير من الدجاج بتكتري طبعا في المقادير اللي انا حطيتها. تبلت الدجاجة بتاعتي وحطيتها في الفريزر، حطيتها يعني في التلاجة من تحت. وبعد كده اتضيرت على تسبيكة المحشي. تسبيكة المحشي ايه يا حبايبي؟ هي دي تسبيكتي على طول. يعني لو انا عاملة ملفوف اللي هو الكرنب، عاملة كوسة، محشي بتنجان، محشي ورق عنب، محشي ممبار، اي محاشي يا حبايبي انا عايزة نحشيها، بنعمل التسبيكة بتاعتها بنفس التكات وبنفس الحركات. بس طبعا انتوا عارفين يا حبايبي انا مفرزه معاكم التوم، والتوم كتير عندي والله، بس انا كسولة شوية. المفروض كنت حطيت معلقة توم، بس انا كسلت الروح لان التوم المفروم عندي خلص. التوم اللي ضل عندي اللي هو الحب. كسلت ان انا نجيب وندق ونعمل، فاستكسلت بصراحة. لازم نطلع الماكينة ونفرم ونعمل، لان انتوا عارفين التوم المفرز بيبقى طري شوية لو فكتيه، فانتي من الفليزر كده بتحطيه في الماكينة بتفرم معاكي بسرعة. استكسلت طبعا نطلع الماكينة ونفرم ونعمل، قلت مش مهم، بس انتوا لو حطيتوا بقى معلقة توم كان المحشي راح في مكان تاني. بس والله العظيم هو بالشبت والكزبرة والتوابل اللي انا حطيتها ومعلقة الفلفل الحار اللي انا حطيتها قدامكم ديت، كان سكر وعسل وخطير. طيب الخضرة بتاعتك مش فريش ليه يا ام سيف؟ الخضرة بتاعتي حبايبي انا بنجيبها من العجبة، بتبقى بنخرطها ونحطها في الفريزر لان الشبت مش متوفر في البلد اللي انا فيه. فانا بنجيب كمية من العجبة ونحطها في الفريزر، بتضلها عندي. ربما نعمل صينية سمك في الفرن، ربما نعمل صينية بطاطس في الفرن، ربما نعمل محشي فجأة كده، بنشد من الفريزر ونعمل على طول، مش بنضطر نروح نشتري من السوق ونجيب ونعمل. لا، بيبقى كل اشي متوفر عندي. يعني المحشي والله العظيم يا حبايبي ما طلعت اشتريت له من بره غير الرز بس كان خالص عندي. فورق العنب متوفر زي ما انتم شايفين، كنت مفرزة معاكم في موسم ورق العنب. البندورة طبعا متوفرة في كل بيت، الخضرة متوفرة عندي، التوابل متوفرة عندي، فيعني عملت المحشي بكل سهولة. عملت ايه كمان؟ سبكت للمحشي وسبت التسبيكة. لما سبكت زي ما انتم شايفين حطيت، غسلت كيلو الرز وحطيته، وبعد كده اللف يا حبايبي في دقيقة في دقيقة لفيت الحلة اللي انتوا هتشوفوها في الاخر دي، لفيتها في دقيقة في دقيقة. وبعد كده عملت الحركات والتكات التانية. طبعا اللفة دي يا حبايبي من اسهل اللفات عندي. يعني كالورق العنب، اسهل لفة انك تلفيها بالورقة دي. انا يعني بنعمل يا حبايبي الطريقة ديت من زمان وتعلمتها من جيراني. والله العظيم انا معايا استعداد نلف 3 كيلو من الرز في 5 دقايق. جربوها يا حبايبي الطريقة دي وقولوا لي رأيكم. طريقة سهلة ولا يعني صعبة؟ تعالوا هنا بقى يا حبايبي، قبل ما نروح شمال ولا يمين نتبل الكفتة بسرعة معانا. احنا كده نضفنا الدجاجة وسبناها لما نقعت، وبعد كده قعدت ساعة في المنقوع. يعني المنقوع يا حبايبي كان حبتين ليمون، كان شوية طحين، كان شوية ملح. سبناها لما تنقعوا، وبعد كده تبلتها معاكم بالتتبيلة اللي انتوا شفتوها. وبعد كده ضيرنا عملنا قلنا للمحشي او سبكنا للمحشي، وبعد كده لفناه وركناه. وتعالوا بقى هنا نتبل الكفتة اللي هو الكباب بالأردني والكفتة بالمصري. تبلتها بيه، حطيت لها توم بودر، بصل بودر، بصل فريش، حطيت لها حبة بيضة عشان تتماسك معايا. لو انتوا يعني الكفتة بتفك منكم حطوا لها حبة بيضة هتتماسك معاكم. حطيت ايه تاني؟ حطيت لها شوية ملح، شوية فلفل اسود، وشوية بابريكا. بعد كده عجنتها عجنة حلوة. دي التركة المهمة يا حبايبي في الكفتة، انك تعجنيها عجنة حلوة. بعد كده حطيت الشوربة على المحشي، وحطيت شرحت حبة ليمون كده. وبعد كده بقى خدت الكفتة وخدت الدجاج معايا ورحت على النار. الغرفة يا حبايبي اللي احنا عاملينها بنولعوا فيها نار على طول، غرفة قدام البيت كده بنولع فيها نار. بتحوش عني الهوا وبتحوش عني الرايح والجاي طبعا.
بنبقى قاعدة أنا وولادي طبعا، بنبقى محروجة في الرايح والجاي، عاملة بيت، عاملة غرفة كده للشوي مخصوص يا حبايبي قدام الباب. حطيت كده الدجاج، سبته بس لما كان النار حامية قوي حطيت الدجاج بصراحة، لأن الدجاج خفتها، لأن الدجاجة زي ما انتم شايفين الدجاجة كانت كبيرة معايا، خفتها ما تستويش بسرعة. بس والله العظيم يا حبايبي الأكل لما بتبي عاملاه لواحد ضيف بحب ومن قلبك بيطلع الأكل سكر سكر وعسل. والله العظيم أنا كده يا حبايبي، أنا معاهدة نفسي كده ومجرباها كذا مرة. لما بنبقى عاملة أكل لواحد ضيف، والله العظيم يا حبايبي قسما بالله الأكل بيطلع معايا سكر سكر أحسن ما بنعملوه لنفسنا. يعني لما بنعمله لواحد ضيف بنبقى مهتمية بالأكل، والله يا حبايبي ما بنكدب عليكم. لما بنعمله لنا ما بنهتمش بيه بصراحة، بنعمل أي إشي كده وخلاص. أما لما بيبقى واحد ضيف عندنا والله مش عارفة ليه يا حبايبي بنبقى مهتمية في الأكل أو في الطبخة أو في العزومة، بيطلع معايا الأكل خطير وعسل كده. هنا طبعا يا حبايبي بعد ما شويت الكفتة وشويت الدجاج دخلت لقيت المحشي راح زي الزبدة زي السكر كده. والله العظيم كان شوية محشي عسل وسكر. أنا كنت ناوية نعمل المحشي ده بداله رز بسمتي بالخلطة، بس الضيف طبعا قال لي يا أم سيف أنا عاوز ورق عنب، عملت بدل الرز بالخلطة عملت المحشي. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، يا رب نكون فدتكم، وشوية سلطة خضراء بقى سكر. وجربوا الطريقة يا حبايبي وقولوا لي رأيكم. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك يا حبايبي، اللايك والاشتراك. يا رب نكون فدتكم، يا رب تكونوا استفدتوا مني. سلام عليكم.